باسم مرسي كان مع عبد الرحمن مجدي في جول كاست، وكان بيتكلم عن المدربين إن المدربين في مصر مدربين فاشلة. بعيدا عن المدربين، هو يعني تقدر تقول 90% فعلا من المدربين يعني أساسياتهم ضعيفة في التدريب، يعني مش فشلة لكن أساسياتهم ضعيفة في التدريب، يعني ما يفقهوش شيء يعني. لكن كلامه على عبد الحميد بسيوني، عبد الحميد بسيوني طبعا كان بيقول لك ان احنا بنقعد في المحاضرات مش فاهمين حاجه، وبعد ما بيخلص بنعمل اللي في دماغنا يعني. فعبد الحميد بسيوني اصلا واخد اللاينس بتاعته كلها من بره، دراساته كلها في اوروبا من بره في التدريب يعني. فطبيعي انت النهارده مثلا لو جبت دكتور جامعي يدرس لطلبه في ابتدائي، اكيد مش هيفهموا حاجه يعني، مع ان ده دكتور جامعي يعني، بس مش هيفهموا منه حاجه. لان انتوا كلاعيبه كوره، انتوا ما عندكمش الاساسيات. انت لا بتعرف تسلم ولا بتعرف تستلم ولا بتعرف تقف في الملعب. حتى ما تعرفوش تلعبوا تحت ضغط، اي اساسيات الكوره مش عندكم. فده طبيعي، ده منطقي جدا يعني ان انت تتكلم عليه بالطريقه دي، ان انتوا تقوموا مش فاهمين حاجه. فده طبيعي. وطبعا يعني السبب في القصه دي كلها قطاع الناشئين، لان قطاع الناشئين هو المسؤول عن انه ياسس اللعيبه. يطلع كل اللي احنا بنتكلم فيه ده بتتعلمه وانت صغير، مش بتتعلمه وانت في الفرق. فطبعا قطاع الناشئين يعني ماشيه فيه بالحب، الدنيا ماشيه فيه بالحب. فطبيعي انت لما تيجي تتكلم على مدرب زي دوت، فهتقول الكلام ده. انت ما اتعلمتش وانت صغير، انت ما حدش علمك وانت صغير تعمل ايه وايه، فطبيعي ان انت تقعد مش فاهم حاجه.